ما حكم العيد الوطني أو ما يسمى التحرير وغيرها من المسميات؟ عيدان للمسلمين فقط، عيدان للمسلمين، عيد الأضحى وعيد الفطر فقط، ولا يجوز أن يحتفل بغير هذين العيدين. ويسمى الجمعة عيد المسلمين لما يجتمعون فيه ويعود كل أسبوع، لكن ليس للمسلمين أن يحتفلوا بغير هذين العيدين، خاصة إذا كان يتكرر. وخاصة الآن نرى مثلا عندنا في الكويت الحين الاحتفال بالعيد الوطني أكثر من الاحتفال بعيد الفطر، أكثر من الاحتفال بعيد الأضحى. يعني تشوفون الشوارع، تشوفون هذا، تشوفون حتى الناس الله المستعان يحتفلون بهذا اليوم أكثر من عيد الفطر وعيد الأضحى، والمحلات تنزيلات وكل شيء، كل هذا من الباطل، لا يجوز هذا الأمر، الله المستعان. يقول الاحتفال بالأعياد الوطنية، ما في شيء اسمه أعياد وطنية. لنا عيدان، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجدهم يحتفلون بأعياد، قال لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ما في عيد غير عيد الفطر وعيد الأضحى فقط. يوم جميل بإذن الله، باحتفالية جميلة لأهلنا أهل المملكة الغالين حكومة وشعبا، شنو حاب تقول لهم في هاليوم شيخنا؟ والله أقول يعني كانت وما زالت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تستمر. السعودية يعني هي يعني منارة العالم الإسلامي إن شاء الله تعالى، ودار التوحيد، وما شاء الله التقدم اللي قاعد نشوفه في المملكة العربية السعودية والريادة لها. نسأل الله تبارك وتعالى لهم التمكين والتوفيق والسداد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبقوا على العهد الذي يعرف عنهم دائما وهم كذلك إن شاء الله تعالى. وأسلم وأحيي إخواني وأهلي أبنائي أحفادي أعمامي أجدادي في المملكة العربية السعودية، أسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق.